الاهلي يضغط لحسم صفقة الموسم. ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يكثف جهوده من اجل ضم اللاعب مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي والزمالك السابق. الاهلي ضاغط للتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي من اجل تدعيم الهجوم. الاهلي عايز يتعاقد مع مصطفى محمد والفترة الجاية نشوف مفاوضات قوية من الاهلي لضم اللاعب، واللاعب يوافق مبدئيا على الانضمام للنادي الاهلي. ونقطة خلاف وحيدة تمنع مصطفى محمد من الانتقال للاهلي، ونقطة الخلاف الوحيدة ان الاهلي عاوز مصطفى محمد اعارة مع وجود بند احقية الشراء بعد نهاية الموسم الاول. وقال وكيل اللاعب للكابتن محمود الخطيب ان اللاعب موافق على الانضمام للاهلي لمدة موسم واحد بنفس راتبه مع نادي نانت الفرنسي، وهو 2 مليون دولار بخلاف 2 مليون دولار اعلانات من موسم الرياض، بخلاف ان الاهلي هيدفع قيمة الصفقة لنادي نانت الفرنسي. اعتقد ان مصطفى محمد لاعب غير مفيد للنادي الاهلي وهو يبوظ اوضة اللبس في النادي الاهلي، وان الافضل هو التعاقد مع اسامة فيصل لاعب نادي البنك الاهلي. رايك في صفقة مصطفى محمد للنادي الاهلي، وهل هتبقى مفيدة للنادي الاهلي ولا هتبوظ اوضة اللبس في النادي الاهلي؟ ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الاهلي يبحث عن مهاجم محلي واسامه فيصل هو المرشح الاول للنادي الاهلي. يبحث مسؤول النادي الاهلي عن صفقه هجوميه لتدعيم الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه، وكثف اكثر من مسؤول في القلعه الحمراء اتصالاتهم مع اكثر من مهاجم محلي للانتقال الى القلعه الحمراء. وينوي الاهلي حسم هذا الملف بعد العوده من امريكا وانتهاء المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، او انهاء الصفقه اليوم من قبل الكابتن محمود الخطيب وهو متواجد في مصر اليوم. ورغم امتلاك الاهلي الثنائي الهجومي القوي وسام ابو علي وجراديشار، الا ان النادي الاهلي يرغب في ضم مهاجم ثالث تحسبا لرحيل وسام ابو علي وجراديشار في الفتره المقبله. واكد مسؤول القلعه الحمراء ان النادي الاهلي يرغب في تدعيم الفريق بمهاجم صغير السن ويلعب اساسي في منتخب مصر وهو اسامه فيصل. وقال مصدر في الاهلي ان اسامه فيصل مهاجم نادي البنك الاهلي والمرشح رقم 1 بالنسبه للاداره الاهلاويه للتعاقد معه الصيف الجاري، ويلقى اللاعب قبول الكثيرين في القلعه الحمراء. وياتي بعد عمرو ناصر مهاجم فرق شرط اداره نادي البنك الاهلي لبيع المهاجم اسامه فيصل الى النادي الاهلي، يشترط الحصول على 70 مليون جنيه بالاضافه الى احد اللاعبين من الاهلي سواء عمر كمال عبد الواحد او كريم ندفد او خالد عبد الفتاح. اتمنى من اداره النادي الاهلي انهاء الصفقه ولو بمقابل 2 مليون دولار، لان النادي الاهلي عرض على مصطفى محمد 2 مليون دولار في سنه اعاره غير 2 مليون دولار اعلانات، كما ان الافضل والمستقبل هو اسامه فيصل حتى لو طلب نادي البنك الاهلي 2 مليون دولار في اللاعب. والاهلي يفضل اسامه فيصل لانه لاعب صغير السن عمره 24 سنه ويلعب اساسي في منتخب مصر ويلعب اساسي على مصطفى محمد، كما ان الزمالك وبيراميدز يدخلون بقوه في صفقه المهاجم اسامه فيصل، واللاعب يفضل الانتقال الى النادي الاهلي. الاهلي يتواصل الاتفاق على ضم ياسين مرعي من فاركو مقابل 45 مليون جنيه. كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان مسؤولي القلعه الحمراء تواصلوا الاتفاق مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمده 4 مواسم مقابل 45 مليون جنيه لتدعيم صفوف الاهلي. اقترب النادي الاهلي لحسم صفقه ياسين مرعي مدافع فريق نادي فاركو في الانتقالات الصيفيه الجاريه لتعزيز صفوف المارد الاحمر في الموسم الجديد. وجدد النادي الاهلي تحركاته في الساعات الاخيره لانهاء صفقه ضم ياسين مرعي مدافع فريق فاركو لتدعيم الخط الخلفي استعدادا للموسم الجديد. وكشف مصدر ان المفاوضات عادت بقوه بعد فتره التوقف، مشيرا الى وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على القيمه الماليه للصفقه مع بقاء بعض التفاصيل المتعلقه بطريقه السداد التي ينتظر حسمها قريبا. ويجيد ياسين مرعي اللعب بقدمه اليسرى والتحضير من الاسفل، وهو ما دفع مسؤول النادي الاهلي للتفكير في التعاقد مع اللاعب، لان مدرب الفريق يحب التحضير من الخلف، كما ان اللاعب حقق ارقاما جيده مع فاركو خلال الموسم الحالي. وياتي تحرك الاهلي في ظل سعيه لتعزيز دفاعه بعد رحيل رامي ربيعه الى النادي العين الاماراتي في صفقه انتقال حر، كما كان النادي قد ضم احمد رمضان بيكم مدافع فريق نادي السيراميكا على سبيل الاعاره قبل انطلاق بطوله كاس العالم للانديه. وتحقق هذه الصفقه العديد من المكاسب لصالح النادي الاهلي، حيث يتمثل اولها هو صغر سن اللاعب، الامر الذي يمكن الاستفاده منه العديد من السنوات المقبله مع الاستثمار فيه لاحقا حال تالقه مع الفريق الاحمر. ويبلغ ياسين مرعي من العمر 23 عام من مواليد 7 نوفمبر 2001، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وسبق له تمثيل منتخب مصر الاولمبي. وشارك هذا الموسم في 22 مباراه من 24 مباراه لعبها نادي فاركو، سجل هدفين وصنع هدف. جدير بالذكر ان مرعي بدا مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وانتقل لاحقا الى نادي فاركو قبل ان يعود لفتره قصيره للزمالك ثم يباع نهائيا للفريق السكندري ثم يعود مره اخرى لنادي فاركو على سبيل البيع النهائي. ويتميز ياسين مرعي بقدرته على بناء اللعب من الخلف، وهو ما يميل اليه المدير الفني الحالي للنادي الاهلي الاسباني خوسيه ريبيرو في ظل ضعف قدرات الثنائي ياسر ابراهيم والمغربي اشرف داري في هذا الامر. الاهلي يفاوض لاعب جديد كبديل لمحمد هاني بعد الاداء السيء في الفتره السابقه. في اطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق، الاهلي يخطط للدخول في صفقه تبادليه مع النادي المصري البورسعيدي، وتسعى الاداره لانهاء صفقه احمد عيد ظهير ايمن النادي المصري كبديل لمحمد هاني الذي تراجع مستواه في الفتره الاخيره. وياتي هذا بعد انتقادات حاده تعرض لها هاني خلال المنافسات خاصه في كاس العالم للانديه. تدور الاحاديث داخل النادي الاهلي حول امكانيه التعاقد مع احمد عيد، حيث توجد دراسه من لجنه السكاوتنج حول خيارات اخرى لتعزيز الجبهه اليمنى بعد تاثر
تبصر مستوى محمد هاني ورغبة الفريق في تجديد دماء التشكيلة، وينال أحمد عيد إشادة كبيرة من قبل المتخصصين ولجنة السكاوتنج التابعة للنادي الأهلي والأداء المميز، حيث أن الأداء المميز جعل أحمد عيد أحد الخيارات الأساسية للمدرب حسام حسن في منتخب مصر، وقد شارك عيد في الآونة الأخيرة في عدة معسكرات مما يعكس مكانته في الصفوف الوطنية وأهميته في منتخب مصر. تتضمن الصفقة تبادل لاعب آخر من الأهلي، حيث يعتبر عمر الساعي أحد الأسماء المطروحة في المفاوضات، وتسعى الإدارة لتقديم عرض لضم اللاعب مع الوضع في الاعتبار الفوائد المستقبلية للطرفين. يستعد النادي الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، مما يضيف مزيدا من الضغط على اتخاذ القرار بشأن صفقة عيد، وتظل الآمال معلقة على النجاح في استقطاب اللاعب وضمان استقرار الجبهة اليمنى.